القطاع ده ممكن يخليك تعمل سقوط جيبسون بورد 4 سم 4 سم انكلودنج اللوح بتاعك. في برضه السيستم الثاني، المسطره اللي فوق دي بتبقى بدل المكياج بتبقى ماسكه القطاع من الناحيتين زي ما انتم شايفين كده، من هنا ومن الناحيه الثانيه كمان. ده يا جماعه الاكوا بانل بتاع كناوف، ده سيمنت بورد مش ووتر بروف، هو طبعا زي ما انتم شايفين كده هو منقوع في الميه. ده شويه برودكتس مختلفه كده من كناوف. ده طبعا في الانواع العاديه اللي هو الابيض والاخضر، والفي ده اللي هو المويستر اند فاير ريزيستنت. في الجوردكس ده، الجوردكس ده امباكت ريزيستنت صح؟ ده للصدمات وبتاع. جبس برضه صح كده. الفيديو وول ده قلت لي ده فايبر جيبسون بورد بس قوي برضه، يعني لو هيركب في بارتيشنز امباكت قوي، بس اهم حاجه ما يتعرضش لاوت دور، ما تعرضش اوت دور، بس يركب جوه بارتيشنز داخليه يبقى احسن من الجبسون بورد ويستحمل امباكت وقوي يعني. بيحقق برفورمانس قوي برضه. سايلنت ده طبعا ساوند بروف بالظبط كده. السيف بورد ده بقى بتاع العمليات، غرف الاكس راي عشان خاطر الاكس راي. الفاير بورد ده سمكه 2 سم، فاير ريتد ساعتين ده في الورق، بس هو بيحقق اكبر من كده. ده مضاد للرصاص.